يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني، انا اسراء علاء. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، لايك وشير وكومنت عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم فراخ بطريقه تجنن بجد، بالمعنى الحرفي يعني تحفه. ينفع تتعمل وراك، صدور، جناحه، وراك كامله، دبابيس، اي حاجه يعني. طيب انا هنا عندي دقيق، بقسماط، ميه ساقعه. الدبابيس انا سلقاها من قبل عشان تبقى اضمن ان هي تبقى مستويه من جوه. الدقيق، رشه ملح، فلفل اسمر، بابريكا، 7 بهارات. مش عايزين تحطوا الحاجات دي براحتكم. الميه متلجه. البقسماط انا حطاه حار على بارد. عايزين تعملوه حار بس بارد بس، براحتكم برضو. طيب، طبعا سلق الفراخ سلقاها عادي جدا يعني، ما مش مزوده في السلق اي حاجه يعني. هحطها في الدقيق الاول و... وانفضها كده شويه. بعدين احطها في الميه، وارجع تاني احطها في الدقيق، وارجع تاني احطها في الميه. بعدين اخر طبقه خالص البقسماط. الكلام ده كله عشان يديني طبقه بتقرمش حلوه الميه، عشان الدقيق يمسك فيها بس. وعندي بقى زيت سخن، يعني سخنته وبعدين وطيت النار شويه عشان طبعا الطبقه دي ما تتحرقش مني. بس كده، وهبدا اقليها واحده واحده. طبعا انا ضامنه التسويه بتاعتها، عشان كده يعني مش في دماغي ان انا خلاص احطها وقت قد ايه او وقت مش قد ايه. هي مجرد ما اللون بتاعها يبقى ذهبي، خلاص ببدأ اطلعها يعني. طبعا نطلعها على شبكة، على مصفى، على اي حاجة تبقى فيها تهوية من تحت، عشان القرمشة تفضل فيها من فوق ومن تحت. لان احنا لو حطيناها على طبق على طول، طبعا احنا عارفين بيبقى من تحت السخونية بتعمل يعني ايه، بتعرق مثلا. وبعدين بتطرى من تحت. فاحنا بنخليها بتتهوى كده من تحت عشان تفضل مقرمشة بس. يعني بس كده خلاص خلصت. يعني طعمها كان بجد بجد رهيب. طعمها كان حلو جدا طبعا، والاطفال هيحبوا حاجه زي دي قوي، اطفال وكبار والله. بس كده انا خلصت الكميه. طبعا الكميه اللي انتوا عايزينها تقدروا تعملوها، زي ما قلت لكم تعملوا دبابيس، جناحه، وراك كامله، صدور كامله، ايا كان احنا ضامنين التسويه بتاعتها. طيب الصوص بقى اللي هعمله جنبه، عندي معلقه من السويت تشيلي صوص، معلقتين من العسل. هو كده ممكن يبقى تمام قوي، بس انا حبيت اجود صراحه. وحطيت يعني تقريبا نص معلقه كاتشب، ورشه ملح، ورشه فلفل اسمر، رشه بمعنى رشه يعني، مش ربع معلقه ولا تمن. حاجه بسيطه قوي، ان انا بس يعني ايه اعادل كميه الحلاوه اللي انا حطيتها يعني في العسل بس. والصوص ده رهيب يعني، مفيش اسهل ولا احلى من كده يعني. بيحرق جدا بس طعمه حلو قوي. بس كده هو بيبقى قوامه خفيف. وبالمناسبة ممكن اصلا لو انتوا مش عايزين تغمسوه كده، في ناس بتقلبهم الاتنين مع بعض. يعني بعد ما بخلص وعملت الصوص في الطبق كده، اغرقهم بقى الاتنين كده مع بعض. بس طبعا انا ما عملتش كده لان عندنا طفل يعني. وبس. طبعا كالمعدات عملت معاها مكرونه وايت صوص، وطبعا انا عملتها معاكم كتير قبل كده. جربوها وقولوا لي رايكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك، لايك وكومنت، واشوفكم على خير ان شاء الله.